طب انا راضيه ذمتكم وهشهدكم دلوقتي، ماشي؟ بنجيب وجبه رز او وجبه شاورما مثلا بالرز ب 100 جنيه، بيبقى قد كده، ماشي؟ بصوا بقى ايه بقى طبعا انا حاطه عليها ايه، بصوا بيبقى طبق مش كتير. انا هوريكم انا هغرفه لنفسي دلوقتي، بس انا عشان بغرف بس ايه حبه كده مثلا ايه للعيال كده، فهوريكم ثواني. قبل ما نبتدي الفيديو للاخر اعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك واعملوا هارت اكتر من لايكس كتير. وكويس ان انتوا عملتوا لايكس كتير في عمل الجلاش. انتوا شاطرين خالص اهو. بابي حلوه. بس هغرف بقى اهو دلوقتي في الطبق ده. بصوا بقى هغرف ايه بصوا نفسي بقى بقى، بصوا الحلاوه والشيك والقمر. هوريكم الغرف اللي بجد يعني، استنوا بس. ايه ده يا جماعه؟ ومعقوله كده المناطق احنا من اي تاني؟ بس ان انتوا عمركم ما هتاخدوا رز زي ده شاورما كتير ومش ب 100 جنيه، هبقى اقل بكتير والله العظيم، صح ولا ايه؟ هيكون بقى. طب كنت قلت لهم الطريقه ازاي عشان يكونوا حلو؟ بصوا بقى فاهمين قولي اهو كل حاجه لازم وهحط عليها بقى ايه، بصوا استنى، شاورما اللي انا عاملاها طبعا اهو. بينينا ماما. ثواني كده. ماما ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه بجد؟ ايه الاكل التحفه ده؟ ودلوقتي بقى بغرف اهو الشاورما، استنى هوريكم ايه. حلاوه دي. استنى انت بتعملي لنا انتوا يا ماما بتعمل لنا اكل حلو كتير كده ولا انا متهيألي؟ ايه، عايزه اوريكم الايه العظمه دي. العظمه. ودلوقتي بقى بغرف اهو الشاورما، استنى هوريكم ايه. حلاوه دي. استنى انت بتعمل لنا انتوا يا ماما بتعمل لنا اكل حلو كتير كده ولا انا متهيألي؟ ايه، عايزه اوريكم الايه العظمه دي. العظمه. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى الشقي. الشيكه دي يا جماعه. هتاخدوا انتوا شاورما زي دي كده، هتاخدوا شاورما زي دي كده وبصل دي كده والحبشتكنات. انا لازم الحبشتكنات دي يا جماعه والله، ومع الرز الاصفر ده خطير. لسه مخلصتش طبعا، لسه هوريكم حاجات تانية. يقولك بس في الاخر ايه، عايزين ناكل بره ايه، ماله اكل البيت. بس الواحد بس يتعلم شويه، والله العظيم. انا عايزه اقول حاجه. وهيعرفوا مثلا يعملوا اكل البيت. انا عايزه اقول حاجه. هو اكل ماما حلو ولا انا متهيألي؟ حلو طبعا. انا بجد مش فاهمه. لا حلو ايه اكل ماما الجميل ده؟ عشان الله اكبر. انا بحبك قوي. الله اكبر. بحبك قوي. تعالي بقى، بس انا عايزاكي تاكلي الاكل اللي انتي بحبه قوي انا بحب. بصوا يا جماعه انا باكل ازاي؟ باكل شاورما كده عشان مش بحب الخضروات ولا البصل ولا الفلفل ولا الطماطم يا جماعه. قولي في حاجه كمان جبت بقى كمان ايه، طبق بطاطس. طبق رز مقليه زي ده يكلفك بره كام؟ 200,000 مليون جنيه 30 جنيه ولا 40 جنيه. انا ده ما كملش 5 جنيه او 50 جنيه. اقسم بالله يا جماعه ما كملش 5 جنيه يعني بصراحه يعني لان البطاطس اصلا دلوقتي رخيصه جدا. جماعه وعايز اقول لك عشان انا ما لحقتش. يلا ماما مش هتحطي الفلفل الاسمر؟ ايوه يا جامد. ايوه بصراحه انتوا لازم تعملوا لايك على اكل ماما. كويس. تمام. انا بقى هوريكم بقى ايه الاكله النهائيه بقى. انا عايزه اوريكم طبق كده مش هتاخدوه بره اصلا، هتاخدوه بس في البيت. انا كمان يعني مثلا تسمحي لي اقول حاجه؟ تسمحي لي اقول حاجه؟ بصوا يا جماعه، انا بصراحه فرحانه قوي ان انتوا عملتوا لايكس على الفيديو جلاش. عشان الجلاش ده بصوا انا بهدلت نفسي فيه. انا عايزه اوريكم بقى الايه التاتش النهائي بقى. بصوا بقى
خطير 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 خطير. تحفة 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 تحفة، خطير خطير، جميل 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 جميل، على رأي المساجدة. خد يا إيمي. على رأي المساجدة. طبق زي جميعاً. ده اصلا بره اقسم بالله مش اقل من 140 جنيه او 120 جنيه، يعني هنا ما كلفنيش كله على بعض كلنا كده بقى. فايه يا جماعه ده، ما نعمل اكل في البيت يا جماعه ونوفر يا جماعه. يلا. ده البيت، الأكل ده رخيص خالص، لو عملته في البيت هيكون مجانا. طيب دلوقتي بقى انا هروح اكل، بس مش عايزاكم تنسوا اللايك والاشتراك في القناه والسبسكرايب. تعيش. اعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب وهارت. ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنت ان هو عجبكم يا جماعه، حسيت ان انا عملت فيديو يعني. وبس كده، باي.